اعمل محشي يتحشو بالهنا والشفا. اي حد عايز يجي من معرفتنا كلنا وقريبين ياكل محشي، تعالوا كلوا محشي. تعرفين المحشي بقى ام ايمان؟ انا جبت الوراك اهي، خليتها زي الفل. قلبها بصوا، ولا كده ولا كده، قشطه. اسلقهم. عشان نعرف قيمة الفراخ اللي بنجيبها من السوق، الأمهات تبقى رخيصة أوفر من دي جايباها النهاردة ب46 جنيه الولاد. عشان بحب أقطع الفلفل. انا الشوربه كنت ناسيه البصلايه ومقطعه وحطها جنبي، نسيت حطيتها. الفلفل، كمون، بهارات، وحبايه جوز الطيب فرمتها معاهم. هي دي اللي بتديها الطعم. اه والله حبايه جوز الطيب ده اهي هي اللي بتخلي المحشي جميل. هتقولوا ايه بقى؟ هو انت ما في حد بيعزم حد دلوقتي على محشي والفراخ الدنيا غالية؟ لا اعزمه، صباع على ربنا. لو عندك اي جالك ضيف وبسم الله الرحمن الرحيم، جالك ضيف وما عندكيش غير الوراك اللي عندك، الفرخه اللي عندك، اعملي وسيبيها على ربنا. رسول الله وصانا بالضيف، فانتي اعملي وسيبيها على ربنا، وهو الرزاق هيرزقك برزق الضيف اللي جاي ده. عندي زبده صفرة وزيت بس. حتى كنت بحط عليها قرنين شطه كده حرقين، ما عجبوش ولادي، قالوا لي لا يا ماما ما تغيريش طريقتك اللي عودتنا عليها، بتغير طعم الايه المحشي. طبعا خلاص نعملها زي ما طول عمرنا بنعمل. احنا يعني اي حاجه بنحب نجربها برضو. تعالوا كلوا محشي، اي حد يجي على عيني والله. والله والله ربنا اللي عالم. الواحد بيحب الضيف اللي يجي واللي ببقى طايره بيه طير. انا بلف اهو. جبت كرنبتين ياخدوا 4 كيلو رز، كبار قوي. رخيص الكرنب، رخص وقت الواحده ب 15 جنيه. هلفه بقى وربنا يقويني عشان محدش بيعمل معايا الا انا لوحدي. وايه، وهوريكم بعد ما يخلص. كده محشنا خلص، وده مش بالاطباقه ده كده. تعالوا كلوا معانا بقى. تعالوا كلوا معانا، اكلنا خلص اهو، غدانا خلص النهارده. صحنا واكلين العشاء بس خلص. واشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.